السلام عليكم. هنبدأ النهاردة كورس ال HTML، وده هيكون الأساس بتاعك لو انت داخل مجال الويب، ودي أول حاجة المفروض انك تتعلمها، سواء كنت فرونت اند أو باك اند فهي الأساس بتاعك في الفرونت، وبرضه لو باك هتحتاجها في ال ASP.NET بإصداراتها، سواء الويب فورمز أو ال MVC أو الكور. فال HTML هتحتاجها كتير جدا، فعشان كده لازم تركز في الكورس ده وتبدأ انك تطبق مع كل حاجة بتسمعها، عشان ما تحتاجش انك ترجع تاني تراجع عليه، لانك بعد كده هتكون قدامك حاجات كتير محتاج انك تذاكرها. فالتطبيق هيخلي كل حاجة سهلة بإذن الله. أول حاجة هنحتاج براوزر، هنشتغل على جوجل كروم، والمحرر الأكواد هنشتغل على فيجوال ستوديو كود. عشان تحمل الفيجوال ستوديو كود هنفتح البراوزر عادي وهنكتب هنا داونلود VS كود، وهندخل على الموقع الرسمي وهندوس هنا ايا كان نوع الجهاز بتاعك، ويندوز او لينكس او ابل. فهتدوس هنا فيبدأ ان هو يتحمل تلقائي، تلاقيه بدأ هنا يتحمل اهو، وانا طبعا محمله فمش هيحمله تاني. بعد ما تسطب البرنامج هنعمل هنا، هندخل على البي سي بتاعنا، ندخل مثلا على الجي، وهنعمل هنا نيو فولدر عشان نحط فيه البروجكت بتاعنا، ونسميه مثلا بروجكت ايا كان الاسم يعني، عشان نبدأ ان احنا نحط فيه الفايل بتاعنا. وبعد كده هنفتح الفيجوال ستوديو كود، وهيفتح لك بالمنظر ده. هتعمل من هنا open folder، او ممكن تيجي عند فايل هنا وتعمل open folder ايا كان من اي مكان، وممكن برضو تيجي من هنا وتعمل open folder، فممكن من كذا مكان، بس احنا هنفتحه من هنا. هنعمل open folder وهتروح المكان اللي حاطين الفولدر بتاعنا في جي اسمه project، فهندوس على البروجكت كده ونعمل select folder فيفتح لنا البروجكت. حلو جدا. نعمل هنا trust، لو جاتلك يعني الرسالة دي ممكن ما تجيلكش عادي. وبعد ما فتحنا البروجكت بتاعنا هندوس على الايكون دي اللي هي نيو فايل، ونكتب جواها اسم الفايل بتاعنا. ممكن تسميه عادي زي ما انت عايز، بس عادة بنسميه index، الاسم اللي شايع في الفايل بتاع ال HTML. بعد كده هندوس دوت، وهنا بنعرف البراوزر الفايل ده نوعه ايه، فلازم نكتب HTML. فكده هو عمل ايقونة اهوت بال HTML بالإصدار 5. بعد كده هندوس انت، عندنا هنا فايل HTML اكتب فيه الكود اللي انا عايزه. في فايل HTML في اساسيات للكود، وهم اول حاجة اللي هي ال HTML، هنكتب هنا، نعمل هنا علامة اصغر من، وبعد كده نكتب كلمة HTML ونعمل علامة اكبر من، وبعد كده هو كتبها تلقائي هنمسحها ونكتبها تاني، هنعمل بعد كده ديت اسمها الاوبن تاج. وبعد كده ال HTML بيكون فيها محتوى البيج كله، فعشان يكون جواها محتوى البيج يعرف اخر البيج فين، لازم بنعمل close tag، نعمل علامة الاصغر من وبعد كده سلاش وبعد كده HTML وبعد كده اكبر من. فكده عارف فين بداية التاج وفين نهاية التاج. فأي تاج بيكون بينها محتوى لازم بيكون فيه close tag في الآخر. ديت الرئيسية. جوه بقى التاج دي عندنا تو تاجز، أول واحدة فيهم اللي هي الهيد، وهنشرحها بالتفصيل إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. برضه ليها close tag عشان بيكون جواها محتوى. وبعد كده آخر تاج معانا وهي البادي، هنكتب هنا بادي ونقفل التاج بتاعتنا، والكلوز تاج اتعملت تلقائي برضو. فكده عندنا دول التاجز الرئيسية بتاعت ال HTML. فاضل حاجة أخيرة ودي بتعرفوا إننا شغالين على HTML5، وهي نعمل عادي أصغر منه، هي جات لنا أول خيار أهي اللي هي الدوك تايب. هنعمل هنا كده وبعد كده نبدأ نكتب دوك تايب HTML. عملنا الدوك تايب
بتاعتنا دي هتعرف البراوزر اننا شغالين على HTML5. وبس كده عرفنا ازاي نعمل فايل HTML. الفيديو الجاي هنشرح الهيد ومحتوياتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.